يجيبوا من المغرب، راك فاهم، اصلا حاجه مليحه. نشاط تجاري مكثف تشهده هذه المدينة الحدودية رغم افتقارها لمعظم الهياكل الاقتصادية القاعدية ومعاناة شبابها من البطالة، ما اضطر الكثير منهم إلى امتهان حرفة التهريب، المهنة رقم 1 التي يختات منها الكثير من شباب المنطقة. سوق مغنية للتوابل مقصدا للكثير من محبي النكهة المغربية في الوصفات الرمضانية، بما اكتسب من شهرة واسعة مكنته من احتلال صدارة الأسواق الشعبية الأكثر استقطابا للباحثين عن التوابل الأصلية القادمة من المملكة المغربية. راس الحانوت يدير 60,000 كما يقولوا لا تيت دو ماغازان يقولوا له. النجاح هو التوابل المغربية، كاع الناس جات تديها من ما جوا 48. انا ولد السي محمد الدقاق، وانا الاسم تاعي بن علي، ولد السي محمد الدقاق، الاب تاع العطريه في الجزائر، الاب تاع العطريه سي لو بير. علاش راني نقول لك الاب تاع العطريه؟ على خاطر في السنوات نتاعو الله يرحمه، في السنوات جدي من قبله ما كانش الناس يعرفوا لي زيبيس، كان الناس يطيبوا الا بالفلفل الاحمر وبالطوماطيش وبالصويلحات. احنا مجاورين المغاربه شويه متقدمين علينا في لي زيبيس، متقدمين بدينا نتعلموا منهم. هذا تفاوه، هذه قرفه، هذا سكنجبير الى اخره، هذا وبدات الناس تتعلم ولا الوالد سبيسياليست على لي زيبيس هنا.